يا اخي مو بلازم يعني، ولا تصوير الشاشه عالي بس عاد حضيضك. وش الزحمه كذا عشان المطعم لا بحكم الجو. زحمه وحوادث كله بسبه الحرمه. تدرون ترى بسبه الحرمه. تدرون شو دخل الحرمه؟ لأنها ما تطبخ في البيت. رافضه انتي اطبخي. اطبخ الراجل طبخوت في قدر. الحرمه ما تعرف تطبخ ولا تسوي شيء. وش لي لزوم؟ بس من يوم درسوهم قالوا ان من واجباتها ان تربي عيالك وترضعهم بس ما تخدمك. بوجه نصيحه لكل انثى ما تعرف تطبخ، ترى لو ما طبختي زوجك بيكرهك. يمكن تستغربين، تراه سر النجاح هنا في الكرش، كرشته هو. انا الاحظ مفاجات، اسال ناس متزوجين يعني اسولف معهم يعني يقول والله زوجتي ما تعرف تطبخ وما تطبخ الا اشياء بسيطه. ليه؟ ما علمت سموس انتي؟ اخي خليه يحبك عشان ذا الكريشه. والله العظيم انا ما اقول لكل انه عادي. في ناس يقول لك يلا ما سويت شيء نروح ناكل عادي عنده. لا مو بعادي عندي انا. اطبخي لي شوربه، اطبخي لي اي شيء. انا علمت ادربت. اذا انت ما عرفتي تقول انا والله ودي اسوي شيء، بس في بعضهم تقول لا ما ليه اطبخ له من زينه. ايه متكلف وحاط عزيمه وجايب ناس وعرس ودافع لك فلوس واخر شيء تقولين فضيتنا خدمه. انا والله ما اقدر اخدمه. يعني مره يعني موضوع مستهان فيه بشكل غير طبيعي. كم مره قابل واحد متزوج لفتره يقول والله زوجتي ما تعرف شو اللي علمها. المهم لا تضمها لين تنشد عن امها. الحكي الزايد ما نبي. خنبقه وكلام فاضي. الحين مغير شغالات تقول يوه قاعد اصلح اظافري اللي تتكسر.